لا تبخل علينا بضغط على لايك والاشتراك في القناة للمتابعة كل الفيديوهات الجديدة. طيب لو خدناها بالمنطق البراجماتي البحت، وهو المنبوذ والمذموم والمرفوض، وهو بقى الجزيرتين تمنهم ايه؟ استثمارات ب 25 مليار، ب 30 مليار، ب 70 مليار. طب وهو احنا كنا واقفين فيها غفر؟ طب بالمنطق العاطفي جدا، هو احنا العيال بتاعتنا بقى اللي دمها سال هناك يا ريس، الدم ده بقى بيتجاب بكام؟ من 1950 دخلنا احنا بيها 1956 حرب، دخلنا فيها حرب ب 1967 واتخذت مننا، ربنا سبحانه وتعالى ادالنا نصر مؤزر في 73 ودمنا سال هناك، صح؟ تيران، صنافير، ام رشراش. وحضرتك بقى ادرى بكتير، زيك زي كل ضباط القوات المسلحه، وزيك زي كل مجندين القوات المسلحه. انا ليا 3 خلان وضباط جيش كبار عواجيز اكبر من حضرتك في السن حبتين، اسعدهم الحظ وتشرفوا ان هم كانوا موجودين في الجيش المصري من 56. كويس؟ فانا اتعلمت الحقيقه ان احنا ما بنسيبش ارضنا هي بتاعتنا، ودمنا سال، وان الدم ده ما هوش بتمن ولا حاجه. طيب وهو السعوديه بقى اللي قعدت تتفرج على الجزيرتين بتوعها من 1950 لحد 2016، احنا نحارب وهم بيتفرجوا، احنا نموت وهم بيتفرجوا، احنا دمنا يسيل وهم بيتفرجوا، وبعدين صباح الخير احنا خدنا الجزيرتين. صباح الفل يا ريس. لو هو ده التصور لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية، فتتغول عليها السعودية بهذا القدر وبهذا الشكل الشائن، ده احنا ما ناكلش، بس ما تتسابش الجزيرتين. في 2 مليون مصري بيشتغلوا في السعودية يا ريس، الاتنين دول نفسهم مكسورة. والله. هتعمل ايه بقى لل2 مليون مصري نفسهم مكسورة هناك في السعودية يا ريس؟ اللي كل واحد معدي يقول لهم خدنا الجزيرتين بفلوسنا. تمام يا ريس. تاني هفكرك، اليمنيين اتطرد لهم 1,000,000 موظف وعامل بعد ما كانوا بيشتغلوا من غير كفيل. بالمناسبة سيبك ان احنا هناك بنشتغل في السعودية بكفيل ونظام رق وما الى ذلك، لو كانوا بيشتغلوا هناك من غير كفيل اتطردوا، وازمة اقتصادية طاحنة مرت بيها اليمن، ركعت وخنعت وسلمت. احنا بنتركع ليه بقى؟ لا تبخل علينا بضغط على لايك والاشتراك في القناة للمتابعة كل الفيديوهات الجديدة.